تخيل انك تقفل المادة بأعلى درجة وانت مذاكرتش غير نص الوقت اللي بتذاكره دلوقتي. السر في طريقة دراسة الكوريين. انت بتذاكر غلط. ايوه غلط. الطريقة اللي بتستخدمها دي هي اللي مخلية الكوريين سابقينك ب10 سنين ضوئية في التفوق. انسى بقى ال5 ساعات اللي بتقضيها في التلخيص. انا جايبالكم اسرار وتقنيات هتخلي المذاكرة كأنك بتلعب بابجي مثلا. الفيديو ده هيغير حياتك الدراسية 180 درجة. طب ليه لازم نغير طريقتنا؟ علشان المذاكرة الكورية هتديك 3 مكاسب. 1. هتذاكر اقل وتفهم اكتر. 2. عمرك ما هتنسى المعلومة تاني. 3. هتخلص كل اللي وراك وهيتبقى وقت كبير تستمتع فيه زي ما انت عايز. بصراحة كده انا وانت عارفين احساس انك تذاكر 5 أو 6 ساعات وبعد ما تخلص بتحس انك ما عملتش اي حاجة وبتسأل نفسك هو انا ذاكرت ايه اصلا؟ تيجي تجاوب على السؤال ولا اي حاجة. بتحاول تركز بس عقلك مش معاك. ودلوقتي هنتكلم عن ال5 اسرار للدراسة الكورية وازاي تطبقهم زي الطلاب الكوريين بالظبط. السر الاول out loud teaching. اسمها طريقة الفاينمان. الكوريين بيشرحوا اللي ذاكروه بصوت عالي لنفسهم او لصديق خيالي، وكل المطلوب منك انك تتخيل انك بتشرح لطفل عنده 6 سنين. انت كده بتبسط المعلومة لاقصى درجة، وده من اقوى الحلول لمشكلة النسيان. ولو انتوا بتعانوا من المشكلة دي فهتلاقوا حلقة مهمة جدا عن تعفن الدماغ و10 حلول علشان تنقذ نفسك. هسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت. السر التاني السبيس ريبيتيشن. انت متخيل انك بتنسى 70% من المعلومة بعد 24 ساعة؟ الكوريين لا، هما بيعملوا حاجة اسمها اعادة متباعدة، وهي انك تراجع المعلومة بعد ساعة من المذاكرة وتاني يوم مجرد قراءة سريعة، وبكده المعلومة بتدخل من الذاكرة قصيرة المدى لللونج تيرم او الذاكرة طويلة المدى. السر الثالث البري ستادي. سر 16 ساعة مذاكرة للكوريين انهم بيذاكروا قبل ما الدكتور او المدرس يشرح، مجرد قراءة سريعة للفصل او الدرس اللي المفروض هيشرحوه. لما الدكتور او المدرس بيشرح انت بتعمل مراجعة مش بتذاكر لأول مرة، وده بيضاعف الاستيعاب ل10 مرات. ولو وصلت لحد هنا انتظر مفاجأة قوية جدا هنعلن عنها خلال الفترة الجاية، والمفاجأة دي واخدة كمية مجهود كبير جدا لأنها ببساطة خلاصة خبرة وهتفيدكم تغيروا حياتكم 360 درجة. اشتركوا في القناة علشان تحصلوا عليها بشكل مجاني. السر الرابع عادة الزيرو داي، وده مش مذاكرة خالص، ده يوم في الأسبوع للراحة الكاملة علشان العقل زي العضلة محتاج راحة علشان ينمو. السر الخامس التوقف عن الكلام السلبي لنفسك. بطل تقول انا بنسى بسرعه، انا ذاكرت زي السمك. بدل ما تقول الكلام ده قول انا هفتكر دلوقتي او هفتكر كمان شويه. ابسط حاجه انك تقول ادوني وقت وشويه وهفتكر. شفت ازاي الموضوع مش انك تقعد على الكتاب 16 ساعه، الموضوع انك تكون ذكي في طريقه مذاكرتك. ودلوقتي دورك، عايزك تختار اصعب ماده عندك دلوقتي وتطبق عليها ال5 اسرار للطلاب الكوريين، وفي النهايه ما تنساش تستمتع بحياتك. الوحش قبل الحلو. لو الفيديو فاتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وابعته لاصحابك علشان يستفيدوا هما كمان.